السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في قناتكم وقناتي حلويات هند. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مقبله خيزو. تقدروا تستعملوا اي خضر بغيتو، خيزو محمض بواحد شرموله اللي كتجي زوينه بزاف، غادي تعجبكم. وغادي نشارك معكم حتى الدجاج مشوي حتى هو بواحد الطريقه زوينه بزاف، غادي يعجبكم. كيجي الريحه ديالو بحال ديال المطاعم، غادي يعجبكم ان شاء الله. وكيجي فتي، نقدروا نديروه حتى في العيد ان شاء الله، نعاونوا به، ما نبقاوش ناكلوا غير اللحم. نديروا حتى الدجاج، وحتى الناس اللي ما كياكلوش اللحم ممكن انهم يديروا هذه الوصفه هذه، ان شاء الله تعجبكم. بلا ما نطول عليكم ندوزو مباشره للطريقه والمقادير. خليكم معايا وتابعوا الفيديو للاخر، راه غادي يعجبكم ان شاء الله. المهم بالنسبه لهاد الترقيده هذه اللي غادي نعطيكم، غتصلح للزيتون وغتصلح حتى الخيزو واي خضره كتبغيو نتوما. المهم خديت كيلو ديال الخيزو، درتو يتفور هو اول حاجه. عاد غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيتون، القياس اللي بغيتو. هاد الشرموله هذه غنقسمها على جوج. عندي شويه ديال الزيتون، جوج حامضات مسيرات مقطعين، شويه ديال الخل والربيع مقطع، وعندي حامضه معصوره. بالنسبه للعطريه عندي معلقه الكمون، شويه الملحه والهريسه والثومه وشويه ديال البزار. صافي. وعندي الوريقات ديال سيدنا موسى. اول حاجه غادي نبداو بها، والنيوره، الزيت ديال النيوره اللي مرقد فيه الزيت البلدي. النيوره مرقده فيها الزيت البلديه مع النيوره. عندي خيزو كما قلت لكم يتفور بلا ما نديروا ليه الماء، نفوروه ما يقيسوش الماء، غير نغسلوه ونديروه يتفور نص تفويره، ما يبقاش هاد شويه في راسو. درت معلقه ديال الكمون، شويه ديال البزار والثومه محكوكه. راه الريحه ديالتها كتمشي من بعد ملي كيطرقد هاد خيزو هذا، كتمشي الريحه ديالتها. عندي الحامض، نص كاس ديال الحامض، وعندي نص كاس ديال الخل. صافي. هنايا واحد الحامضه معصوره راه درتها. عندي الربيع مقطع، وغادي نشرم لهاد الشرموله هذه، غادي نشرم لها مع بعضياتها. وغادي نزيدو الزيت اللي مرقده فيه النيوره. كما قلت لكم هذه زيت بلديه دايره فيها النيوره باش كتولي حمراء بهذه الطريقه هكا، باش كتعطينا ديك اللوين زوين اللي غادي تطلق لينا حتى الريحه ديالها في خيزو. عندي هنايا القزبر اليابس، الا بغيتو ديروه حتى هو راه كيعطي واحد المذاق زوين. زدت هنا شويه ديال الزيت البلديه، لانها الترقيده هذه كتبغي شويه الزيت باش كيبقى خيزو مرقد في هاد الزويته، كيبقى لينا مده طويله في الثلاجه. صافي البنات، هاد الترقيده هذه غادي نقسمها على جوج كما قلت لكم. درت هنايا شويه ديال القزبر، بغيتو طحنوه انا كيعجبني هكاك باش كيعطيني واحد المذاق زوين. من بعد راه كيبقى غير في شرموله لتحت. عندي الحامض مسير، كنقطعوه بهذيك اللب ديالو باش كيحافظ لينا على هاد خيزو، يبقى مده طويله كما قلت لكم في الثلاجه. يعني كتبقى هاد الترقيده هذه حتى الاسبوع وانتم مرقدين الخضيره ديالكم، ما كيوقع لها حتى شي حاجه. صافي. خديت هنايا شويه ديال الترقيده كما قلت لكم، غادي نديرها على الزيتون. هاد الزيتون هذا ديال الدار مرقد على اليد. كنقسموه هكا شويه ديال هاد الشرموله هذه، وكنشربلو بها حتى الزيتون ديالنا. ممكن انكم تزيدوا شويه ديال الهريسه الا بغيتو، وكنزيدوا ليه الزعتر البنات. هاد الزيتون هذا كنزيدوا ليه الزعتر، ها نتوما كما كتشوفوا معايا. صافي. وكيترقد باش كيجينا بنين بزاف، راه كيجي حتى هو لذيذ بهاد الطريقه هكا. صافي. وكنخليوه في داك الترقيده ديالته حتى كيتشرب، وكنديروا ليه الوريقات ديال سيدنا موسى باش كتحافظ عليه. صافي. كما كتشوفوا معايا هذه هي الترقيده ديال الخيزو اللي غادي نديرو فيها خيزو. ضفت هنا شويه ديال الزيتون حتى هو كيطلق ليا واحد المذاق زوين في هذه الترقيده. بالنسبه للخيزو كما قلت لكم راني درتو في الكسكاس، تفور غير نص تفويره، ما كاملاش 5 دقائق وطاب. من الاحسن اننا ما نسلقوهش، غير نفوروه باش كيبقى محافظ لينا على الجهد ديالو، كيبقى زوين بنين. وفي نفس الوقت ما يقيسوش الماء باش كيبقى مده طويله. وكيبغي هو الزيت البلديه، قد ما قديتو ديروا ليه الزيت البلديه باش كتبقى فيه ديك الدغميره هكا في ديك الشرموله، كيبقى فيها مده طويله. صافي البنات، هاد الترقيده هذه راه كتجي بنينه بزاف كما كتشوفوا معايا، راه ما طايبش بزاف، كتكون طايب غير شويه، يبقى بحال شويه باقي شاد في راسو. صافي. هنايا كنزيد شويه ديال الثومه،
الا ما بغيتوش ديروا الثومه اكثر من هكا ما ديروهاش، ديروا غير شويه ديال الثومه. انا هنايا حيت غادي نحتفظ به كما قلت لكم في الثلاجه، كيبقى 3 ايام 4 ايام ما كيخسر ما والو. تقدروا ديروا هذه الطريقه هذه اللوبيا، ديروها اي خضره بغيتو، ما عدا القريعه راه ما كتصبرش بزاف، وحتى البطاطا بلا ما نديروا ليها الطريقه هكا. من الاحسن اننا نديروا غير بحال القريعه راه غادي نشرملوها في نفس النهار وغادي ناكلوها، يعني كتصبر واحد يومين. اما خيزو راه كيصبر بزاف. في العيد الكبير بحال هكا كنبغيو هاد المقبلات هادو نخليوهم في الثلاجه، وباش نيت الخضره ديالنا ما تخسرش كنديروا بها هاد الطريقه، كنديروا لها هاد الطريقه هكا باش هكا كتكال كمقبلات هكا كتكال مع زعلوك ومع بزاف ديال الحاجات ومع الزويتينات مشرملين، يعني كيجيو بنانين بزاف. صافي البنات هادشي اللي كاين غادي نديروه في الثلاجه. بالنسبه لهاد التشرميله هادي ديال بالنسبه لهاد التشرميله هادي ديال الدجاج، غادي ناخذ نص كاس ديال الحامض، وعندي هنايا شويه ديال الخرقوم معرق والعطريه ديال الشوا، عندي الهريسه الكمون شويه البزار والثومه محكوكه، عندي الدجاج القياس اللي بغيتو نتوما، والبصيله مشلضه، وعندي حتى شويه ديال الزيت ديال النيوره. والسر اللي غادي يجيكم هاد الدجاج هذا فتي هو شويه ديال الشحمه، غادي نديرو شويه ديال الشحمه كيبقى داك الدجاج فتي كما قلت لكم، ومني كيتشوى كتعطي فيه واحد الريحه زوينه، يعني وما كيبقى بحال ريحه كيجي بحال الريحه ديال المطاعم لانه كيتشوى وكتعطي فيه ديك الريحه زوينه وكيجي فتي بزاف من الداخل. وما نساوش شويه العصره ديال الحامض، حتى هو نديرو ليه شويه ديال الحامض، ولا الا ما كانش عندنا الحامض نديرو شويه الخل باش كيتحيد ليه الزفوريه في نفس الوقت كيجي رطب. بالنسبه للبصيله والثومه كنحكوه هو الاول بها كما كتشوفوا معايا في الفيديو باش كتعطي فيه واحد الريحه زوينه. كنحكوه بالبصيله والثومه هو الاول، كنبقاو نحركوه بيدينا مزيان، عاد من بعد كنديروا العطريه وشويه ديال الزيت اللي فيه النيوره، وكنضيفوا شويه ديال الشحمه. انا هنايا كما كتشوفوا معايا راه درت واحد الكميه قليله بزاف باش ما يعيقوش بها الوليدات. اما نتوما ممكن انكم ديروا الشحمه قد ما بغيتوا، وحتى كنديروه في القتبان وكنعاودوا نرشوا عليه الشحمه باش كتعطي واحد الريحه زوينه في هذا الشوا هذا وكيجي بنين بزاف. وما تنسوش البنات شويه ديال العطريه اللي خاصه بالشوا. صافي البنات كنقول لكم راه الشحيمه كتلصق فيه وكتجي زوينه بزاف، هادشي اللي كنحاول انني نشرح لكم في الفيديو. المهم راه كلشي الفيديو راه باين قدامكم. كما قلت لكم راه درت شويه ديال الربيع والعطريه كامله. صافي كنخليه واحد ساعتين عاد كنشويوه. صافي كما كتشوفوا معايا نحاول انني نوريكم عاود قلت لكم مني تعمروا القزبان كامل حاولوا انكم ترشوه بالشحمه اللي كتكون ديال الكلوه اللي كتكون مطحونه في الهاشوار، كطحنوها وكتلوحوا شي شويه عاود، تقريبا تقدروا ديروا حتى 4 المعالق ديال الشحمه. صافي كنحاول نوريكم كنقول لكم مني تساليو هاد الشوا كامل حاولوا انكم ترشوه بالشحمه من الفوق، ومني كتوركوا عليه هكا بيديكم راه كتلصق فيه لانها مطحونه رقيقه، وحتى البصله كنشلضوها رقيقه باش كتلصق في هاد الشوا هذا باش كيجينا بنين اكثر. صافي البنات هادشي اللي كاين، غنخليه واحد ساعتين عاد غادي نعمرو في القزبان كما قلت لكم، عاد غادي نشويوه من بعد. بالنسبه للزويتينات كما قلت لكم راه كيطلق فيهم ديك الريحه ديال الحامض والزعتر، راه كيجيو زوينين بزاف، والريحه ديال الثومه كما كتعرفوا الزيتون كيبغي الزيت البلديه ودرت ليه الزيت البلديه، وكنحاول انني نهز كل طويصه كنحاول انني نهز شويه ديال داك الزيت وكنخوي عليه باش ما كيكحالش. صافي البنات هادشي اللي كاين. وبالنسبه للخيزو نفس الطريقه كنديروا الطويصات اللي كيكونوا خاصين ديال الدجاج باش كيبقى محافظ لينا على هاد الخيزو هذا. كما قلت لكم هاد الشرموله هذه ممكن انكم ديروها حتى اللوبيا الا بغيتو، وحتى المهم اي حاجه كتعجبكم اي خضره كتعجبكم ديروا هاد الخضيره بحال هكا، غير فوروها باش تبقى لكم بنينه. حاولوا انكم ما تسلقوا حتى شي حاجه في الماء، حاولوا انكم عي تبخروا. صافي وكتهزوا الزويته هكا وكديروها فوق من هذيك الخضيرات وكتخبيوهم في الثلاجه هكا، ما كتخسرش لينا الخضره نهائيا، راه كتبقى مده طويله. وقت ما تشهيتوا هاد المقبلات هكا حامضين كتجبدوهم
وكتاكلوهم. صافي البنات هنايا كنسدوهم مزيان وكنديوهم للثلاجة، وقت ما بغيناهم كنجبدوهم. صافي كما كتشوفوا معايا كنحتفظوا بهم، كناخذوا كاع الخضيرات كنحتفظوا بهم في الثلاجة كما قلت لكم حتى كنبغيوهم. بالنسبة للقضبان ديال الدجاج كنشويوهم بهاد الطريقة بحال هكا، وكنقدموهم كما كتشوفوا معايا راه كيجيو بنانين بزاف وكتعطي فيهم واحد الريحة زوينة. غادي يعجبوكم حتى هما بهاد الطريقة هكا، وكيجيو مشرملين مزيان. وكما كنقول لكم دائما انا عي كنبغي نشارك معكم الحاجات بطريقتي، فراه كلشي كيعرف يدير هاد القطبان هادو كما كتشوفوا معايا. غير كنحاول نشارك معكم اي حاجه درتها وصافي. وكنوريكم هنايا كنقول لكم ممكن انكم تقطعوه حتى على شكل هكا طولي، وديروا فيه حتى هو البصيله والشحمه، راه كيجي زوين بزاف، كيجي فتي من الداخل بزاف. الا بغيتو ديروه في هكا ساندويتشات ولا شي حاجه كتقطعوه هكا بشكل طولي شرائح، وكديروا ليه نفس الشرموله اللي درت في هاد الدجاج هذا. صافي البنات وكتقدموه بالطريقه اللي بغيتو. راه كل واحد كيعرف كيفاش يطيب. عي كنحاول انني نشارك معكم وصفات هكا اللي كيجيو بنانين، كنحاول انني نشاركهم معكم. وهذا الشيء اللي كاين البنات. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، والى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنسوش تبارطاجيو مع الاهل ديالكم والاحباب باش كتعم الفائده، وكتزيدوا تشجعوني حتى انايا باش نزيد نصور فيديوهات اخرين. وكنشكر كاع الناس اللي كيخليو لي التعاليق في الفيديوهات. لله يخطيكم، شكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاو في فيديوهات اخرين. بسلام عليكم.